تعليق مثير من سالم الدوسري على الهزيمة من العين الإماراتي الموسم الماضي. أكد سالم الدوسري لاعب نادي الهلال أن فريقه سيدخل مباراة الغد أمام نادي الريان رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل إسعاد جماهير قلعة الزعيم وتحقيق البطولة الغائبة عن الفريق في الفترة الأخيرة. وأضاف الدوسري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال ضد الريان القطري أن كل لاعب هلالي يلعب تحت ضغط من أجل تحقيق البطولات، لكنهم لن يتأثروا بأي ضغوط في مباراة الغد التي يخوضها الفريق في افتتاح مشاوره القاري. وأشاد الدوسري بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسات المختلفة، لافتاً النظر إلى أنهم سيقدمون إضافة كبيرة للدوري السعودي. وعن الهزيمة من العين الإماراتي في الموسم الماضي قال الدوسري في تصريحاته: المباريات التي نتعرض فيها للهزيمة تدفعنا لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات. وفي سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لخوض مباراة صعبة مساء الغد أمام نادي الريان ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لبطولة كأس النخبة الآسيوية.